سلام ومرحبا بكم معايا اليوم في مطبخ أم فرات أمجد. اليوم جيتكم بهذه الوصفة تاع الطبق طاجين البطاطا بالبسباس، ولا كاين اللي يقولوا راغو تاع بطاطا، ولا جواز بطاطا. كل واحد كيف يسميه هنا على حسب المنطقة. المهم هذا طبق شتوي بامتياز، يعني هذو الوصفات اللي يناسبوا فصل الشتاء كما تعرفوا. أنا هنا وجدت كاع المقادير اللي عندي، اللي هي البسباس، البطاطا، عندي البصل هنا قطعته وجدته على جهه، من بعد فوته في الاشوار طحنته كما راكم تشوفوا. عندي حمص هنا منفخ من قبل، ماشي طايب، انا نبغي نطيبه ديريكت مع المرقه. عندي هذيك عظمه هنا تاع بقري فيها شويه برك تاع اللحم، انا وخرت هذاك اللحم باش يطيب لي بالخف. نبدا معاكم هنا الطبق تاعي. هنا غادي نحط مغرف تاع السمن مع زوج مغارف تاع الزيت للتقليه. السمن يعطينا بنه بزاف مليحه للجواز هذا تاعنا، ولا مرقه، ولا كل واحد كيف يسميه كما قلت لكم. عندي هنا ثوم مرابي، كركم، وشويه تاع الكمون. وعندي هذاك اللحم كما قلت لكم راني قلحت له كاع هذاك العظم تاعه، بصح العظم نحتفظوا به نطيبوه، هو اللي يمدنا بنه في الماكله تاعنا. حطيت انا هذيك العظمه تاع البقري وهذا اللحم اللي وخرته منها، هي كميه قليله يعني، مهم للبنه ماشي شرط تكون كميه كبيره. واللي ما عندكمش تنجموا تعوضوه بالدجاج تاني يجي بنين. هنا السر باش يجيكم الطاجين هذا بنين بزاف، قلوه مليح في هذاك الزيت والزبده كما راكم تشوفوا حتى يدي هذاك اللون، يدي لك التحميره. من بعد ضفت له هنا هذاك البصل اللي فوته في الاشوار. عندي هنا سنينه تاع الثوم كنت رابيتهم من قبل، مع كركم وشويه تاع الكمون. هذو التوابل انا اللي استعملتهم، مع ملح وفلفل كحل اكيد. نقلي هذاك البصل تاعي حتى يذبال على نار قليله رايحه للمتوسطه. كي يذوب مليح هذاك البصل، هذاك الوقت عاد نمرق. انا حطيت الماء تاعي يحمى على جهه باش نمرق هكا، باش تجي الماكله بنينه من جهه، وباش الطيب لنا ثاني بالخف. حطيت شويه تاع المعدنوس كميه قليله برك كيما راكم تشوفوا. بعد ما ذاب هذاك البصل وشوفوا اللون تاعه كيفاه تبدل، هنايا نمرق بكميه قليله برك تاع الماء حامي، كميه قليله برك. ونضيف هذاك الحمص تاعي اللي كان منفخ ومغسول، شللته هنا مليح. نحطه يطيب. هنا نكمل التمراق تاعي بعد ما يغلي هذاك الحمص. وضفت هنا حبه تاع الطماطم، حبه تاع الطوماطيس تاع الحب. انا هنا لاصوص تاعي غادي نطيبها جواز ابيض كيما نقولوا. ضفت هذيك الحبه باش تعطي كيما نقولوا ندي البنه تاعها برك، باش تجي لاصوص تاعنا بنينه. هنا مع ورقه تاع الرند. بعد ما نكمل لها كاع التمراق تاعها، نبلع على الكيكوطه تاعي ونخليها طيب. هذيك البطاطا تاعي راني نقيتها وقطعتها كيما راكم تشوفوا، قطعوها كيما تبغوا نتوما. والبسباس ثاني نقيته وجدتهم على جهه. هنا نستنى حتى كي يطيب هذاك اللحم تاعي مليح ويطيب الحمص. وخرت حليت كيكوطه تاعي، وخرت هذيك العظمه اللي تاع العظمه اللي خليتها للبنه، والحبه تاع الطوماطيس، الورقه تاع الرند وخرتهم كاع. هنا هذا الوقت نرمي هذيك البطاطا تاعي، ونزيد عليها البسباس، ما يشدوش هما الطياب بالخف يطيبوا. ونخلي هذيك المرقه تاعي تعقد بلا ما نبلع عليها، كيما قلت لكم البسباس والاخر ما يشدوش الطياب. ونخليها جا واحد الطبق بنين بنين لدرجه ما تصوروهاش. كيما قلت لكم حاجه سهله وتناسب بزاف وصحيه، وتناسب بزاف فصل الشتاء. خليته هنا كيما قلت لكم يطيب، وغادي نقدمها هنا مع رشه تاع المعدنوس كيما راكم تشوفوا، وعصره تاع القارص. هذا هو الطبق تاعنا راه واجد. ان شاء الله تجربوه وينجح معكم. ومع السلامه في وصفه اخرى، وما تنسونيش بالدعم.